لو ثانوية عامة علم علوم ومن ضمن الأوبشنز اللي قدامك هي كلية صيدلة، وعايز تعرف أكتر عنها من حيث مجالات الشغل، طبيعة الدراسة، إزاي يتم التقديم على الكلية، وكل التفاصيل اللي خاصة بكلية صيدلة، فالفيديو ده خاص بيك. أنا جهاد إبراهيم، خريجة كلية صيدلة جامعة اسكندرية، وهتكلم معاكم النهاردة عن كل حاجة تخص كلية صيدلة، وإزاي تقدم بيها، وإيه المجالات بتاعة الشغل بتاعتها، ولو أنت حابب إن أنت تخشها خلاص يا ترى إيه هي الأقسام بتاعتها، وإيه هي الحاجات اللي أنا هدرسها في كلية صيدلة. فتابعوا الفيديو للاخر لو انتم مهتمين بحاجه زي كده، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واكتبوا كل الحاجات اللي انتم عايزين تعرفوها اكتر عن كليه صيدله في الكومنت. مبدئيا يعني ايه صيدله؟ صيدله بتهتم بكل حاجه ليها علاقه بالدواء، من اول الفكره الاساسيه او اكتشاف الدواء اصلا، وبعد كده مرورا باستخلاصه، الاستخدامات بتاعته، ازاي يتم تحضيره، الجرعات الخاصه بيه، طبيعه تفاعل الجسم مع الدواء، وكذلك تفاعل الدواء مع الادويه التانيه، كل كبيره وصغيره عن الدواء. طب يا ترى ايه هي اصلا اقسام كليه صيدله؟ كليه صيدله فيها قسمين اساسيين، هو قسم صيدله جنرال وقسم صيدله كلينيك. قسم صيدله جنرال بيهتم بالتصنيع الدوائي وكل كبيره وصغيره عن الادويه وكل التفاعلات بتاعتها وطريقه استخلاص الادويه من الاعشاب او تصنيعه في المصانع، والاشكال بتاعه الادويه وطرق وتفاصيل كتير قوي عن التصنيع الدوائي. اما في صيدله كلينيكال او الصيدله السريريه بنعتمد اكتر على تحديد الدواء للمريض، العلاقه ما بين الدواء والمريض، ازاي نختار الدواء المناسب لحاله المريض الصحيه والسنه والوزنه والامراض التانيه اللي هو بيعاني منها، والاعراض الجانبيه اللي ممكن نتجنبها. صيدله كلينيكال لو عايزين تعرفوا عنها تفاصيل اكتر هتلاقوا في فيديو موجود هحطه في الديسكربشن فيه كل التفاصيل عن صيدله كلينيكال وازاي التقديم ليها، وايه هي طبيعه الدراسه فيها، والامتحان المؤهل لكليه صيدله جامعه اسكندريه صيدله كلينيكال. نيجي بقى لسنين الدراسه، هل هيكون في فرق ما بين القسمين في سنين الدراسه؟ فلا، الاثنين بيخضعوا لنظام الكورن دي، ونظام الكورن دي ده بيعتمد على 5 سنين دراسه وكمان معاهم سنه امتياز. السنه الامتياز دي بيتم فيها التدريب العملي، وبتكون في الاغلب في المستشفيات الجامعيه او التعليميه، بنبدا فيها نربط ما بين الدراسه النظريه والتدريب العملي. اما بقى الفرق بيكون ما بين القسمين ان صيدله جنرال بينزلوا مستشفيات ومصانع وصيدليات، اما صيدله كلينيكال بيكون اعتمادها اكتر على المستشفيات، ونبدا ازاي نطبق البروتوكولات العلاجيه اللي احنا اتعلمناها في الكليه في الحقيقه، نبدا ندخل مع الطبيب في مناقشه وازاي نختار النظام العلاجي المناسب للحاله دي. طيب ازاي اصلا اتاكد ان كليه صيدله مناسبه ليا؟ كليه الصيدله بتعتمد في دراستها بشكل اساسي على مواد اساسيه احنا كنا بنحبها في ثانويه عامه، زي الكيمياء والاحياء. وانت دي من المواد اللي انت بتحبها اصلا، احب اقول لك ان شاء الله يكون اختيار موفق ليك انك تختار كليه صيدله. طب يا ترى احنا بناخد كيمياء واحياء بس؟ كيمستري وبيولوجي بس؟ لا، احنا بناخد مواد تانية كمان زي مثلا الرياضه والفيزياء ومواد تانية كتير. طب يا ترى انا باخد الفيزياء والرياضه ليه؟ علشان تقدر تفكر تفكير منطقي، ازاي تحسب الجرعات المناسبه للمريض. واحنا مش بناخد الرياضه بشكلها الدقيق او التفاصيل الكتير بتاعته، لا احنا بناخد الاساسيات اللي بتبدا تاهلنا ان احنا ازاي نحسب الجرعات المناسبه للمريض. ولو احنا مثلا هنركب للمريض ده محلول، فالمحلول ده هيمشي على مدار كام ساعه، وهينزل له كام نقطه بالظبط من المحلول في الدقيقه. ودي بتكون بشويه تفاصيل ومعادلات كده، لازم تكون عندك الاساسيات او حب شويه للرياضه عشان تقدر تكمل وتقدر تحسب الجرعات دي. ما تقلقش، انت مش محتاج اي تفاصيل اكتر من كده، ولكن انا بس حابه اقول لكم من الاول انت هتبقى مثلا ايه الحاجات اللي انت بتتعامل بيها. طبعا الدراسه في كليه صيدله هتكون بالانجلش، ودي ممكن تكون مشكله او سؤال بيقابل ناس كتير قوي وهم داخلين على كليات المجمع الطبي بالتحديد، انه يا ترى ولو هو كان مدارس عربي وداخل كليه بتعتمد مينلي على الانجلش بتاعها، هل ده هيقابله فيها اي مشكله؟ احب اقول لك انه مش بيكون ان شاء الله في اي مشكله خالص، الا بتبقى اول فتره اسبوع او اسبوعين تبدا انت بتكون مستغرب بس المصطلحات والتعبير بالانجلش، لكن بعدين انت بتلاقي نفسك ان الحاجات دي بسيطه جدا معاك ومش بتقابل اي مشكله، وبتكون انت وزمايلك التانيين اللي كانوا التعليم بتاعهم بالانجلش متساويين ومفيش اي فروقات ما بينهم. كليه الصيدله من الكليات المميزه جدا في كل مجالاتها، وبتلاقي خريج كليه صيدله مميز عن غيره متخرج من اي كليه من الكليات التانيه، مش تقليل منهم ولا حاجه، ولكن ان كليه صيدله بتشتغل عليك من اول ما انت تدخل كليه صيدله لحد ما تتخرج خالص وتستلم شهاده تخرجك، انها بتشتغل على كل التفاصيل اللي بتؤهلك لمجال العمل، زي المهارات اللي هي ممكن انت ما تعتمدش عليها في سنين الدراسه اللي قبل كده في المدرسه، زي مثلا مهارات التفكير المنطقي والبحث العلمي. كمان
البرزنتيشن سكيلز، ازاي اصلا تقدم برزنتيشن بشكل كويس او تعرض قدام ناس كتير. وده كل ده هيفيدك في شغلك بعدين، علشان لو انت مثلا ازاي تقنع والمريض قدامك بالاختيار بتاع الدواء، ازاي تعرفوا المميزات والعيوب بتاعه الادويه اللي موجوده معاه، وازاي تعرفوا كمان طريقه الاستخدام الصحيحه وتوصلوا المعلومه بتاعتك بشكل دقيق. كمان من ضمن المهارات اللي هتعلمها لك كليه صيدله هي مهاره التنظيم والترتيب، وكمان التحمل بتاع الضغوطات. هل ده حاجه تخلينا نكره كليه صيدله؟ لا خالص، هي بس علشان يكون عندها كميه امتحانات مهوله وكميه دراسه بشكل كبير جدا في كل الافرع، فده بيخلينا شويه ان احنا نبدا نرتب اولوياتنا ونبدا نشوف هنذاكر ايه قبل ايه وننظم وقتنا، وكمان نتحمل بعض الضغوطات. وده هيخلينا ندخل لنقطه مهمه جدا وهي نقطه الامتحانات. يا ترى الامتحانات اصلا في كليه صيدله بتمشي ازاي؟ في كليه صيدله هتقعد تمتحن وتمتحن وتمتحن. هتمتحن ايه؟ تمتحن نظري ونظري عملي، وهتمتحن عملي، وهتمتحن اي حاجه ممكن يكونوا هم اخترعوها اصلا. الامتحانات في كليه صيدله في الغالب بتكون بنظام الام سي كيو او نظام الاختيار المتعدد، وده اللي بيعتمد على ان انت ازاي تكون مختار ادق اجابه موجوده ضمن الاختيارات. كمان من الحاجات المهمه قوي اللي بتاهلها لك كليه صيدله هي نظام التدريبات. ان انت اثناء فتره الكليه بتاعتك بيكون عندك تدريبات الزاميه، بتكون دي يا اما في صيدليات في اول سنين من سنين الدراسه، او في اخر سنين من سنين الدراسه بتبدا تنزل مستشفيات او مصانع. وكل التدريبات دي طبعا بتخليك تقابل ناس من زمايلنا الافضل مننا المتخرجين، وده طبعا هيساعدنا على اختيار مجالات العمل المناسبه لينا، وازاي نعرف المجال اللي احنا حابينه اكتر من المجالات التانية اللي حابين نكمل فيه ان شاء الله بعد التخرج. وكمان هنعرف من زمايلنا الاكبر مننا عن خبراتهم وازاي يتعاملوا بعد اول فتره من التخرج عشان يقدروا يحددوا المجال المناسب ليه. ولو انتوا حابين تعرفوا تجربتي انا الشخصيه مع الصيدله اكتبوا لي في الكومنت. ونيجي للسؤال الاشهر، ايه هي يا ترى مجالات العمل بتاعه الصيدله عامه لما انا هتخرج؟ ان احنا عندنا الكوميونتي فارماسي، الهوسبيتال فارماسي او الصيدليه اللي بتكون جوه المستشفيات، وكل حاجه منهم بيكون ليها اولويه او بيكون ليها طبيعه عمل مختلفه عن الثانيه. كمان الميديكال راب او مندوبي الدعايه الطبيه، والصيدله الكلينيكال او الصيدله السريريه. كمان البحث العلمي والعمل في المصانع والشغل في الكليات من حيث التدريس، سواء بقى للكليات او التدريس في المدارس بيولوجي وكيمستري وغيرها من المجالات الغير محدوده لخريج كليه صيدله. هنيجي بقى لسؤال كلنا فكرنا فيه من بعد القرار بتاع الغاء التكليف، هل يا ترى كليه صيدله مش هيكون ليا شغل بعد التخرج؟ اعتقد انه من بعد المجالات الكتير اللي انا كلمتكم عنها هتلاقوا انه في اكتر من مجال غير ان انا اشتغل بالتكليف بتاعي. التكليف كان حاجه مهمه وكانت مضمونه، ولكن دي عمرها ما هتكون عقبه لينا ان احنا نغير وجهه نظرنا في كليه صيدله، لان احنا عندنا بدل المجال اكتر من مجال ان احنا نختار منه. اخر حاجه حابه اقولها ان مهنه الصيدله من المهن الساميه جدا اللي اي حد يفتخر ان هو ينتمي ليها، لان انت مش مجرد بس ان انت بتصرف علاج او بتجيبه من على الرف تديه للمريض، انت دورك انك تساعد المريض ده بكل معلومه انت تعرفها. ومش بس ان انت تكون اسرع واحد بيقول الاجابه للمريض او اسرع حد ان هو بيجيب الدواء من على الرف، ولكن الفكره اكبر من كده بكتير، ان انت بتشتغل في مهنه مرتبطه بحياه المرضى. ولو انت حتى مش قادر تعرف الاجابه الصحيحه لاستفسار المريض، فعلى الاقل مش هتقدر تقول له اجابه ممكن تضر. اخر حاجه عايزه اقولها انه انا من كام سنه لما جيت ادخل كليه صيدله اصلا كنت قريت كوت مكتوب فيها تذكر ان هناك دائما مكان على القمه. وقتها كنت فاكره ان القمه هي ان انا وصلت كليه صيدله وبقى بيتقال لي يا دكتوره ويا دكتور، ولكن الحقيقه ان القمه هي انك تستمر دايما على شغلك، ان انت تفضل تشتغل على نفسك، تشتغل على معلوماتك، تشتغل على طريقتك واسلوبك، وازاي توصل المعلومه لغيرك بشكل بسيط ومنظم، ازاي تقول له الحاجات اللي تفيده وكمان تمنعه عن اي حاجه ممكن تضره. ونحمد ربنا دايما ان احنا ربنا رزقنا بمهنه مرتبطه بحياه المرضى. ليه؟ لان دي المهنه اللي انت بتقدر تاخد فيها ثواب على كل خطوه انت بتشتغل فيها. وافتكر جمله لدكتور علي وهو احد اساتذه الجراحه في كليه طب القصر العيني، وهو بيقول انه شاءت الاقدار ان مصدر رزقنا وهو مهنتنا بتكون من امراض الناس، ولكن اوعى في يوم من الايام تتمنى ان حد يتعب علشان يدخل لك دخل. اتقي ربنا في كل خطوه انت بتعملها، وكل اختيار للدواء انت بتختاره، وكل معلومه طبيه بتشاركها مع حد من زمايلك او حتى حد من المرضى، واعرف ان انت دي مسؤوليه كبيره جدا عليك. الفيديو ده حاولت اجاوبكم على كل الاسئله اللي كانت بتتبعت لي بخصوص كليه صيدله. لو عندكم اي استفسارات اكتبوها لي في الكومنتس وانا هرد عليها كلها ان شاء الله. شكرا.